لو سألتني يعني إيه عطر فخم بجد؟ يعني إيه ريحة تحسسك إنك داخل قصر ومش محل عطور؟ فالإجابة بكل بساطة هي مجموعة السافاير من بوديسيا ذا فيكتوريوس. المجموعة دي مش مجرد عطور، ده بيان قوة، بيان رفاهية، وبيان حضور. مجموعة السافاير معمولة عشان الناس اللي بتحب العطور التقيلة، العطور الكثيفة الكومبلكس المعقدة اللي فيها تدرجات ولايرز كتيرة، كل ما تيجي تشمها بتكتشف حاجة جديدة. ودي صراحة مش عطور سيف، مش عطور سهلة، مش معمولة عشان ترضي الجميع، بس اللي هيحب العطور دي فعلا هينبهر. يا جماعة خليك معايا لآخر الفيديو ده عشان أقول لك رأيي إيه في الأربع عطور دول. ولو أول مرة تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. هو ده مجموعة السافاير جيفت سيت أو السافاير كولكشن. هما طبعا في أكتر من بتاع 100 عطر من السافاير كولكشن حسب ما أظن، ولكن دول هما أشهر أربع عطور من السافاير. وعندك اللي هو الأكوا سافاير، جرين سافاير، بلو سافاير، وعود سافاير. دي على فكرة العطور دي أنا جربتها وأدائها محترم جدا جدا جدا. فبصرف النظر بقى إذا كان العطار ما جابش حاجة جديدة أو ما جابش فكرة جديدة، أهم حاجة هو جمال الرائحة وأداء العطر والفوحان بتاعه. فهنبدأ بأول عطر، هو عطر أكوا سافاير. أكوا سافاير هو طبعا زي ما الاسم بيقول أكوا معناها هيبقى عطر بحري. والعطر ده على فكرة أنا زي ما قلت لكم جربتهم قبل كده مرة واحدة بس، فبس كنت عايز أجرب الأداء بتاعهم عامل إزاي وكده، عشان أسمع إن الناس أونلاين بيقولوا إن العطور دي نووية، عطور كلها وشم. وصراحة ده كان أقوى واحد فيهم أنا شميته. وهو عطر بيفكرني كده بعطر ميجا مير. بصراحة عطر ميجا مير أرخص بكتير، وده يمكن النسخة الأرقى. لو جبت عطر ميجا مير وعارف حدة الزفار اللي موجودة فيه قللتها شوية، بس طبعا عطر ميجا مير عطر من أكتر العطور اللي أنا بحبها جدا في الصيف، فعشان كده كنت متحمس إن أنا أجرب العطر ده. يا خبر أبيض! الاتومايزر طبعا هنا محترمة جدا بالنسبة للإزازة كلها 10 مل. عطر أكوا سافر يا جماعة زي ما الاسم بيقول هيكون عطر بحري قوي جدا، ريحة هواء المحيط المالحة بجانب روائح طحلبية. والريحة دي مش لأي حد بصراحة. نوتة الكالون دي بيستخلصوها من قشر البطيخ. عارف بقى الحتة الخضراء بعد الحتة الخضراء الحتة البيضة اللي في قشر البطيخ، وطبعا بيضيفوا ليها اروما كيميكالز تانية عشان يجيبوا نوتة الهواء المحيط المالح. وطبعا لما تتكلم عن نوتة الكالون لازم تجيب سيرة اشهر عطر فيه النوتة دي، او العطر اللي حط النوتة دي في المشهد بصراحة. فالعطر ده اسمه اكوا دي جيو. اول عطار استخدم النوتة دي هو البرتو مورياس، عطار اسباني شهير، هو الاكوامان، هو اول واحد استخدم النوتة دي وبقت مشهورة بصراحة من ساعتها في منتصف التسعينات. ففي بعض الناس بيشتكوا منها وبيقولوا ان هي ريحة الزفار، وانا بصراحة النوتة دي بتعجبني جدا وادائها دايما. العطور اللي فيها كالون النيش زي ميجا مير وعطر اكوا سافاير ادائهم نووي يا جماعة، اداء نووي. فمش هقدر اقول لك ان ده مش عارف فوحانه هيبقى ازاي، فهجربه تاني في المستقبل، ابقى اديله فول وير، ابقى ارشه واروح على الشغل واشوف اداؤه عامل ازاي. ولكن رشيت الاربع عطور دول على ايدي، وده زي ما قلت لكم كنت شامم ريحته لحد تاني يوم. لو ميجا مير الشاب الطائش ده هيبقى العجوز الكهل اللي كان ليه صولات وجولات واعتزل.
وفخم بقى دلوقتي، عمل الفلوس ريحة، يعني ريحة فخمة جدا، وقلل من حدة الكالون هنا، بس ما زالت متواجدة وبقوة. فلو انت العطور دي مش من نوع اللي بيعجبك، العطر ده مش ليك. فعندك حتة البوزي جاية من نوتة الرم، أو بتشبه كده قصب السكر لما يتخمر، أو عامل زي السكر البني، وطابع كده كحولي شوية مع بجانب الفانيلا. فعندك نوتة الرم مع الفانيليا هي العناصر المساعدة اللي بتقلل من حدة الكالون. فحاجة جميلة جدا على فكرة. ده أسهل بمراحل من عطر ميجامير، وما زال عطر صعب على فكرة، فخدوا بالكم من النقطة دي. ودلوقتي هنتكلم عن جرين سافاير. طبعا الفيديو ده أنا ما بقولكش أنا خبير في العطور دي، أنا دي يمكن تاني أو تالت مرة أرش العطور دي، فده زي كده انطباع أولي. حتى ما زلت ما استخدمتش العطور، في مثلا ما رشتهمش ورحت على خروجه وكده، فجربتهم بس في استخدام بقى في البيت وكده، عشان بس أعرف إيه نظام العطور دي. جرين سافاير، هنخش على جرين سافاير دلوقتي. جرين سافاير يا جماعة، كنت فاكر إنه هيفكرني بعطر ايبك مان، او يمكن بيحاكي عطر ايبك مان من امواج، لكنه هنا مختلف جدا بصراحة. هناك التوابل كتيرة فيه. جرين سافاير يا جماعة بيبقى بتخش بقى في أجواء خشبية بلسمية من العيار التقيل، يعني ده مختلف جدا عن عطر ايبك مان من أمواج. هناك تحس فيه توابل، يعني الكيتشن سينك كله موجود فيه. هناك توابل كتيرة جدا، تركيز هنا على الإحساس الطبيعي الخام. لا، عطر أخضر محترم بامتياز. فريحة بتحسسني كأني ماشي في غابة بعد نزول الأمطار، ولكن الأرض خلاص بقت جافة. الريحة الدامبنس، الريحة الرطبة دي راحت. عطر يونيك، عطر عجبني جدا. هو ده جرين سافاير من بوديسيا ذا فيكتوريوس. ودلوقتي هنخش على عطر العود سافاير. نرشه الأول قبل ما أكلمكم عن على فكرة عطور بوديسيا خاصة السافاير كولكشن أغلبها فيها عود، بس مش معناها إنها تبقى عطور عود قوية. العود موجود، يمكن يبقى عنصر مساعد. هنا بشم ريحة الفايلت، ريحة البنفسج، ريحة السوسن، الريحة اللي بتفكرني بديور هوم، ولكن هنا في حتة كده بوزي شوية، والعود الأنيماليك في الخلفية. فده طبعا يمكن انطباع أول تاني، فلما يكون عندي خبرة أكتر مع العطر ده يمكن أعرف أفصصه أكتر من كده. والأورس السوسن أو جذور السوسن هنا بتديه كده طابع باودري راقي. يعني بعض الناس يمكن تقول فيه ريحة ميك ابي، بس ده ماسكلين أكتر، يعني ده في رأيي رجالي أكتر من عطور ديور هوم اللي فيها الريحة اللي هي الباودرية الميك ابي دي. بس هنا يعني العود الحيواني ده هو اللي بيديله الماسكلين ادج، الحافة الذكورية. وزي ما احنا متعودين في عطور السافاير كولكشن، العود في الخلفية بيهمس، العود مع خشب الصندل، ريحة خشبية كريمية في الخلفية، والحتة الباودرية من السوسن. وده العطر على فكرة رقم 1 للمدام، أكتر عطر عجبها. وعلى فكرة كلهم يونيسكس، بس بحس عطر جرين سافاير وأكوا سافاير دول هما اللي مائلين شوية إلى الجانب الذكوري. عود سافاير من بوديسيا ذا فيكتوريوس. ودلوقتي هنتكلم عن
عطر الأخير في الجيفت سيت ده هو بلو سافاير. بلو سافاير. وعلى فكرة كنت أتمنى يبقى الست فيه 5 عطور، في توباكو سافاير، يمكن عشان هما دول أكتر عطور مبيعا فحطوا ال4 دول بس، ولكن كنت عايز أجرب العطر ده. لو اشتريتهم لوحدهم هيبقوا أغلى شوية، فسعرهم هيبقى 10% من سعر إزازة ال100 مل، فأحسن إن الواحد يشتري الست اللي فيه 4 عطور، دايما هتشوفوا عليه عرض على مدار السنة. فنرش عطر بلو سافاير. وأخيرا العطر الأيكونيك، عطر بلو سافاير. بلو سافاير يا جماعة غني عن التعريف، يمكن أشهر عطر في دار بوديسية ذا فيكتوريوس، قريب جدا 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 من عطر خلطة القرشي. ومش عارف، محتار أنا بحب أنهي أكتر، حسب مزاجي، حسب اليوم. النهاردة شم ده يعجبني، بكرة شم ده يعجبني أكتر. ولكن العطر خلطة القرشي أداؤه على جسمي، لأن عندي نسخة من النسخ الحديثة 6 ساعات بالكتير، بيشق الأنفس 6 ساعات، بس عطر جميل جدا وأنا مش ندمان على شرائه. هنا بقى أداء أقوى والريحة مختلفة شوية، ريحة الحمضيات مع الزعفران، ورد، والعود المدخن، مدخن خفيف راقي، عطر معقد ولكن جميل جدا. فلو بتحب عطر خلطة القرشي وحاسس ان العطر ده غالي زيادة عن اللزوم، ده يغنيك بصراحة. بس يا جماعة الأداء هنا ممتاز، يعني مفيش إعادة صياغة والكلام ده. وأسمع إن هم طلعوا بلو سافاير السوبر تشارجد، النسخة اكس راي كمان. فمش عارف محتاج ليه اكس راي، والعطر اللي هو الاوريجينال اصلا ريحته جميلة. والحاجة التانية اللي لاحظتها في العطر ده، ريحة الحمضيات حتى بتقعد معاك في فترة طويلة جدا. الحمضيات دي من أول النوتات اللي بتختفي أصلا، فوحانها رهيب، فبتطلع من جسمك، يعني بتشع من جسمك بسهولة أكتر في وقت أقل. بس هنا مش عارف شكلها كده، الريحة الحمضية قريبة من ريحة اللومي، الليمون اللي هو الأسود. فيمكن هو ده السر اللي هو زي موجود في عطر السيرش في أمواج، فيمكن هو ده سر الثبات العالي حتى للنوتة الحمضية اللي في العطر ده. فعطرين قريبين جدا من بعض بصراحة. فلو عايز تجرب العطور دي أنصح لازم تشتري، حتى فكك من ال1 مل والاتنين، لا، كده عندك العطر في البيت اهو. جيب 2 من، يعني 40 مل من العطور دي، هيجولك بالاتومايزر، الازايز اللي هي المينيتشر. صراحة صفقة محترمة جدا. 40 مل، يعني في شركات بتبيع عطور 40 مل ب 300 و400 أسعار غريبة، فهنا هتجيب 40 مل من عطور السافاير كولكشن ب 140 جنيه، 150، حتى لو 200 جنيه ما زلت انت الكسبان. فعطور جميلة جدا، فخمة، أدائها نووي. مجموعة السافاير من بوديسيا ذا فيكتوريوس هي عطور مش معمولة للاستخدام اليومي العادي، هي عطور مناسبات مهمة، دخول قوي، حضور قبل ما تتشاف. وكل عطر ليهم شخصية مستقلة، بس كلهم بيتكلموا نفس اللغة، لغة الرفاهية المطلقة، الأوبلنس، الفخامة. فقولوا لي أنهي عطر من المجموعة دي بتفضلوه، اكتبوا لي الكلام ده في التعليقات. وأنهي عطر عايزيني أجربه من السافاير كولكشن. ولو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.